اكتر حاجه بنستخدمها في بيوتنا هي العيش. لما رغيف العيش يوصل ل5 جنيه يبقى حرام. لما رغيف العيش اقل حاجه ب3 جنيه برضه يبقى حرام. وفي 40 مليون مصري ما عندوش بطاقة تموين. بمعنى الكلام الناس دي هتاكل ازاي؟ هي الفكره ان دلوقتي اصحاب المخابز واي صاحب مشروع، مش هنقول بقى هو مضطر، لا بيغلي وخلاص. هو عارف ان احنا هنشتري وعارف ان الناس مش هتبطل تجيب عيش. طب احنا دلوقتي لما الرغيف يبقى ب3 جنيه وب5 جنيه، يعني عشان اروح اشتري 10 رغيفه ب50 جنيه، ما هو يعني برضو الكلام مش منطقي. ليه اصلا في فرايتي ب3 وفي ب5؟ ما هو برضو الكلام مش موضوع اصلا يعني ان احنا نتكلم فيه. يعني مثلا مش بيقول لك كله ب3، لا ده اقل. يعني الاول كان بيتباع ب2 جنيه ودلوقتي ابو 3 وزنه اقل. وده اقل حاجة بياكلها المواطن اللي هو على الله مش لاقي اي حاجة. العيش الغني والفقير ما يقدرش يستغنى عن العيش. يعني هو ممكن يفضل ياكل طول اليوم في عيش